متتبعي قناة أمي شانيل، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم فطائر اللي كيجيو رائعين وبحشوة اللي لذيذة بزاف اللي كنرافقوها مع عصير. يعني الحشوة ديال هاد الفطائر هادي كتجي رائعة، كيجي واحد المنظر فيهم زوين بزاف. يلا البنات خليكم معايا باش تشوفوا ان شاء الله الطريقة والمقادير ديال هاد الفطائر هادو اللي كيجيو رائعين. وبما اننا في شهر رمضان خصنا نوجدوهم في الفطور. يلا خليكم معايا البنات باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير. البنات هنايا في لو بول ديال العجانة عندي هنايا تقريبا 5 د الكيسان ديال العنبة. عندي هنايا معلقة ديال السكر، انا غادي نضيف معايا. بالنسبه للسكر الا ما بغيتوش ديروا ما ديروش، غير باش كيجيونا محمرين هنايا عندي نص معلقه ديال خميره الحلويات. فهاد العجين هذا كنت ديجا شاركته معكم في البسيطيلات محمرين. هنايا ضفنا الملحه، يعني ملحه على حسب الذوق. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخل. صافي البنات غادي نضيفو واحد 2 معالق اولا حتى 3 د المعالق ديال زيت المائده. صافي البنات غادي ناخدو الماء عادي يعني ديال الصنبور. غادي نبداو باش غادي نعجنو هاد العجين ديالنا. صافي وكنبقاو نضيفو الماء شويه بشويه البنات حتى كيتجمع لينا العجين، يعني ما كندلكوش بزاف غير باش يتجمع لينا العجين ديالنا. يعني كنحتاجو الكميه ديال تقريبا كاس الا ربع. صافي البنات هنايا من بعد ما العجين ديالي تجمع كناخد الميكا اللي دهنتها بالزيت وغادي نخلي فيها العجين يرتاح مزيان تقريبا واحد 2 ساعة د المكانه وهي كترتاح العجين. دابا البنات من بعد ما غادي نخليو العجين ديالنا يرتاح مزيان غادي ندوزو باش غادي نوجدو الحشوه اللي غادي نستعملو في هاد الفطائر. فكما كتشوفوا معايا البنات بالنسبه للحشوه هنايا عندي البصيله مشلطه، عندي قرعه خضراء، عندي الفلفله حمراء وعندي خيزو محكوك. يعني كتستعملوا الكميه اللي بغيتو. وبالنسبه للحشوه دائما كنقول لكم انها كتكون اختياريه. فانا هنايا استعملت هاد الخضر هادو غادي نديرهم فوق النار مهيله. غادي نزيد عليهم زيت البلديه وغادي نخليهم كيتشحروا مزيان البنات. ضروري نخليوهم على عافيه مهيله يتشحروا مزيان. صافي البنات بالنسبه للعطريه كنضيفوا الملحه، كنضيفوا البزار وكذلك الخرقوم. يعني كما كتشوفوا فطائر بسيطه وزوينين كيجيو حشوه يعني اللي بسيطه وموجوده في اي بيت. صافي البنات كنخليو هاد الحشوه ديالنا تطيب مزيان كما كتشوفوا. هي من بعد ما دبلت ليا الخضره كامله ضروري نديها ونجيبها باش ما تلصقليش وغادي نخليوها حتى تنشف من الماء. هنايا البنات عندي صدر ديال الدجاج اولا ديال بيبي اللي درتو في الطحانه طحنتو وضفت غادي نضيف عليه العطريه. فانتم الا بغيتو ديروا غير القطع ديال الدجاج مقطعين يعني طريفات صغار فهذا كيبقى اختيار ديالكم. بغيتو ديروا كفته داكشي كيبقى اختيار. هنايا ضفت الثومه غبره، الا ما كانتش متوفره عندكم يمكن لكم ديروا غير الثومه العاديه محكوكه. وصافي البنات غادي نخلط هاد العناصر كامله حتى كيطيب ليا داك الصدر ديال بيبي اولا الكفته ديال بيبي لانني انا رديتها كفته. صافي البنات هنا كتشوفوا من بعد ما طابت ليا الحشوه كنزيد عليها المعدنوس خضر
صافي كندير واحد الكميه ديال المعدنوس وكنبدا كنخلط المكونات ديالي. صافي البنات هنايا غادي نخليو الحشوه ديالنا تبرد مزيان باش عاد غادي ندوزو باش نعمروها ان شاء الله بديك العجين اللي خليناها كترتاح. يلا البنات خليكم مع الطريقه ديال العجين. فكما كتشوفوا البنات هذه العجين ديالنا من بعد ما ارتاحت مزيان، يعني ملي كنجيو كنجمعوها كنلقاوها ان عطاتنا الطعم مزيان باش نخدمو بها. صافي البنات غادي نفرق العجين ديالي مزيان، غنفرقو على جوج باش غادي نبدا نسرح العجين على الشكل ديال كيفاش كنسرحو الملوي ديالنا. كما كتشوفوا انا كنخدم بالزبده اللي ذوبتها وصافي كنبقى كنطلق العجين ديالي بحال هكا. كما كتشوفوا عندي تماك فروماج حمر محكوك، عندي الزيتون اللي غادي نزوق به الفطائر ديالي. يلا خليكم معايا البنات وغتشوفوا في الفيديو يعني التفاصيل كلها. البنات كما كتشوفوا من بعد ما كملت العجين ديالي قطعته من الجوانب باش يجيني مقاد مزيان كما كتشوفوا، يعني بالآلة اللي نخدموا بها البيتزا. غادي نبدا باش غادي نفرق داك العجين وغادي نبدا نعمر بالحشوه اللي عندي. من بعد ما كنعمر يعني الحشوه كنضيف الفرماج من فوق منها وكنسد من الجوانب كما كتشوفوا او كما كتلاحظوا في الفيديو. كنسد من الجوانب، يعني كناخذ الجانب اللي قبالة الاخر وكنبدا كنسد الفطائر ديالي وكنزوق يعني بالزيتون الكحل اولا الخضر. يلا خليكم البنات باش تشوفوا الكماله ديال الفطائر ديالنا كيفاش كنعمرهم. كما كتشوفوا في الفيديو كندير الحشوه، كندير من فوق منها الفرماج ومن بعد كنسد على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وكنضيف الزيتون من الوسط باش كتجينا في المنظر زوينه بزاف. يلا نخليكم البنات مع التتمه ونتلاقاو من بعد.
البنات هذوما الفطائر من بعد ما انتهيت من الكميه اللي عندي كامله. هنايا كناخد بيضه كندير فيها شويه ديال الحليب. الا ما بغيتوش ديروا الحليب ممكن ديروا غير شي شويه ديال الخل، وكدهنوا الفطائر بحال هكا كما كتشوفوا. يعني الطريقه سهله وزوينه، ويعني دغيا دغيا كيوجدوا، ما كيطلبوش منا واحد الوقت كبير اولا واحد المجهود كبير. فكنتمنى البنات انكم تجربوهم، كيجيو زوينين ومقرمشين. وهذه فرصة اننا نبدلو يعني من المعتاد ديالنا، يعني بيتزا ولا مليويات معمرين اولا يعني نبدلو شويه. صافي البنات غادي ناخد دابا نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الفطائر اللي عندي. ضروري ندهنهم مزيان باش يجيوني محمرين من الفوق. وكما قلت لكم في الاول درنا السكر في العجين باش يجيونا كما قلت لكم محمرين. فصافي البنات من بعد ما انتهيت من غادي ندير لهم السانوج، اولا يمكن لكم ديروا حتى الجنجلان، يعني على حسب الرغبه ديالي، على حسب المتوفر عندكم. صافي البنات انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا. غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الفطائر ونبقاو مع الشكل النهائي. فكما كتشوفوا البنات من بعد ما طابوا لنا الفطائر ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. انتما كتشوفوا كيفاش كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف. كما قلت لكم الحشوه اللي زعما سهله كنقدموهم هكا في المائده ديال الفطور مع يعني الكويس ديال اتاي، اولا ممكن نشربوه مع الحريره اولا حتى مع العصير. فالبنات كنتمنى ان الفطائر ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. وشكرا على التتبع ديالكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه والى وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير ورمضان مبارك سعيد.